الكشري وجمال الكشري. يلا بينا، في 4 دقايق بالظبط هنعرف ازاي هنعمل الكشري المصري من غير ما نلت ونعجن كتير. هندخل بسرعة على الطريقة. هنسلق الحمص زي ما انت شايفة كده، وكمان حبة عدس اسود او عدس بجبة هنسلقهم كمان. وهنجيب بصلتين كبار هنقطعهم جوانح، هنرش عليهم معلقة ملح ومعلقتين نشا. النشا ده هيخلي البصل طبعا يبقى مقرمش وجميل، وهتشوفوه بعد ما يتحمر. دلوقتي هنحط مية مغلية، نغلي مية عشان نسلق المكرونة، وفيها معلقة ملح ومعلقة زيت. هنسيب المية تغلي، وعلى عين تانية هنحط الحلة بحبة زيت عشان نعمل رز بشعرية عادي جدا. حمر الشعرية بالشكل ده. هنضيف الرز ومية مغلية من الكتل، وطبعا هنا لو حطينا مكعب مرقة مع الرز هيبقى كويس جدا وهيديه طعم احسن. وهنملح الرز معلقة ملح صغيرة كده، وهنسيبه على نار هادية يستوي. هنا طبعا المية بتاعة المكرونة غليت، هنزل بالمكرونة الصغيرة بتاعة الكشري. وكمان عندي مكرونة سباجيتي، هنزل بحبة صغيرين يتسلقوا معاهم. هنسيبهم يتسلقوا، طبعا مش هغطي المكرونة وهي بتتسلق. يبقى احنا كده عندنا ايه، الحمص بيغلي اهو، والعدس كمان، وادي الرز على نار هادية، وادي المكرونة بتتسلق. خلصنا المكرونة وصفيناها بقت جاهزة، وادي الرز كمان بقى جاهز، وصفينا العدس بقى جاهز، وادي الحمص. نروح بقى نجهز ايه، البصل. هنسخن النار طبعا، الزيت على النار، وهنحمر البصل مقرمش وجميل جدا بسبب معلقتين النشا اللي اتحطوا عليه، ولونه جميل. في نفس الزيت هنحط معلقتين توم مع كمون ومعلقة ملح. هنحمر التومة ونطفي بالخل، حوالي ربع كوباية خل. وطبعا عندنا ايه، عصير طماطم، حبة طماطم كده حلوين عشان الكشري بيحب الطماطم. وهننزل على التوم والخل. هنملح بقى معلقة ملح وشوية كمون، شوية فلفل اسود، شوية كزبرة، شطة طبعا. بدل ما تعملي هريسة حطي معلقة شطة في التقلية بتاعة الكشري. وهنعمل الدقة طبعا، هنفرز شوية توم مع معلقة ملح ومعلقة كمون، وهننزل بكوباية مية مغلية وعليها نص كوباية خل. وكده الدقة بتاعة الكشري بقت جاهزة. هنحطها على جنب دلوقتي. هنروح نشوف التقلية بتاعة الكشري تمام كده، بقت جاهزة. هنطفي عليها وهنغرف بقى الكشري. هنحط في الأول طبعا المكرونة، وفوقيها الرز، وفوق الرز هنحط العدس، وفوق العدس الحمص. وبعد كده التقلية طبعا دي بتبقى على حسب ما الشخص بيحب. في ناس بتحبه كتير، تحب تقلية قليلة. اعتقد كده كويس. وهننزل بقى في الاخر كده بالبصل الذهبي الجميل المقرمش ده من فوق. وكده الكشري بقى جاهز. هيتقدم طبعا مع الدقة اللي احنا عملناها من شوية، وبالهنا والشفا.